هل احنا في المجتمع بتاعنا ينفع امي تاخدني وتروح تبات عند خطيبي وخطيبي واخد 4 بشر في وشه؟ طبيعي لما ال4 بشر ياخدهم خطيبي في وشه وانا شكلي امور يبقى انا شبه خطيبي ولا ايه؟ فين بابا بقى؟ عايزين بقى تعملوا حكايه وهم كانوا رايحين وقفوا لهم عند مش عارفه مين. ما هو المبدأ من اساسه وحش غلط. الرسول قال اجتنبوا شر الشبهات. في شبهه اروح انا رايح عند ده خطيبها، اول ما تبص في وشه ده سجان سجون، ده واخد السجون يعني وشه لوحده كارنيه. خطيبها وشه لوحده كارنيه. خدته ليه هي؟ نقعد بقى احنا نسيب كل حاجه ونقعد بقى قتلها ليه وقتلته ليه وقتلها ليه وقتلته ليه. نسيب بقى كل حاجه ونقعد بقى قتلها ازاي، ونقعد بقى ونقرب ونروح عندهم ونيجي عندهم. ما هو قتلها عشان في خلل، هما بدايتهم خلل. انا دلوقتي البواب بيخبط، دخلت البوابه والبوابه قعدتهم معايا، اتقتلت، ما ياخدوش فيا ساعه لان انا اللي دخلتهم عندي. مش انا اللي دخلت البوابه ولا انا اللي مدخلتهاش؟ انتوا لما الحاجه بتبقى كبيره بتحبوا تحطوها زي الولد بتاع الشنطه. طلعتوه ايه؟ بتاع الشنطه وطلعتوا امه وعملتوا عليه اعلانات. من الراجل اللي رمى مراته محروقه من البلكونه، حد اتكلم عنه؟ اللي ولع فيها ورماها من البلكونه، حد جابه؟ وكانت في اسكندريه برضو، يعني رماه وهي مولعه من البلكونه. حد اتكلم عنه الراجل ده؟ محدش اتكلم عنه، رغم ان دي بقى الحادثه دي اللي الناس تتكلم عنها. طيب في حد طلع زي ريهام سعيد راح الشقه فوق وجاب لنا الحدث وخوف الناس ان محدش يعمل كده؟ لا. في حد راح صور الحاجه فالناس تبقى خايفه زي زمان كده لما كنا نشوف جرائم القتل نبقى خايفين كده وحاسين فيه خلل في المجتمع؟ لا، مش هيعملوا كده. امال هم دخلوا ريهام سعيد ليه وعملوا معاها الفيلم ده كله؟ عشان ما تطلعش، مش عايزينها تطلع. هم عايزين بس بتاعت برنامج هي تضربي الراجل، تقفي للراجل، تطلعي تشتغلي، تعتمدي على نفسك، انت مش مجرد آلة محطوطة في البيت. هو ده اللي كانوا بيصدروه لنا طول الوقت اللي عدى. العين بالعين، يضربك اضربيه، هو ده اللي اتصدروه لنا. ازيك يا محمود؟ محمود انا معلش انا موقفك والله وجيت لك غصب عنك. انا عارف انك تعبان. محمود انا عايز تعرف الناس. انا مستعد ندي فرح عروستي، او حد يقدر يرجعها لي وياخد روحي وكل اللي عندي. انا مش بقدر مش قادر احبها. حياتي وقفت عندي محمود الثانية دي مش عايز اتمشي، حاسس ان انا من هنا خلاص بقى عايز عادش لازم الدنيا في حاجة. زعلان عليها يا محمود انت، وزعلان على اللي حصل معاها. يا رب كنت انا ولا لا ونجيها. صغيرة وهسولة، بنت حلال قوي ومحترمة جدا. محمود والله بحبها وهفضل احبها طول عمري، وبحبها لها اولاد دول مذكورة وطيبين. اهلها مذكورة وطيبين اوي، عملوا معايا اللي اهلي ما عملوش معاهم. ايه اللي يخلي دعاء تعمل كده يا محمود؟ ايه اللي خلاها تقتل حب عمرك؟ غيرة اهلها، غيرة من واحدة بقى دماغها على ده سوء تفاهم فلا واحدة. الله يسلمك. ده كله بسبب الشقة الله والغيرة؟ يسهلك، كانت تاخد الشقة والأرض، هي جايبة حاجة وهي جاية، هي هتقسمها في أرض أهالينا. كنت عامل بدل البيت بيا، أنا كنت قايلها أعمل لك فيلا. أنا كبرت 50 سنة في سنة.
يا رب حرام رحمتك الواسعة يا رب واسكنها مساحة. محمود طب تقدر تقول اخر لحظة كانت معاك فاطمة فيها ايه هي وقالت لك ايه؟ زعلنا من بعض شوية واحنا في المطبخ عشان جبت السحور والسحور ما كفاش وجبت انا وهي، فجت ورايا المطبخ وانا زعلان قالت لي تعالى تصحى، قلت لها مالكيش دعوة بيا، قامت طلعت وسابتني. حسيت ان هي زعلانة مني، دخلت وامها نايمة جنبها وسط دماغها وصلحتها وقلت لها ما تزعلش. واخر موقف شفته فيها لما دخلت عليهم وقلت لها محدش يصحينا هم صابرين عشان انا رايح الشغل الساعة 12. شفتها وامها نايمة جنب الحيطة في أوضة الأطفال وهي نايمة على بره على السرير وامها جوه نايمة وشها اللي محمود قول لي لما شفت فاطمة ولا اي كلام من اللي اتقال علينا، وان شاء الله حقنا هيجي بالقانون، لان انا مش هسيب حق بنتي ابدا ابدا. تربيته وتعب عمره كله ما ينفعش يجي في لحظه كده يتهد عشان ناس بتمشي ورا الشائعات وبتمشي ورا الكلام المغلوط. المفروض نتبين قبل ما نظلم الناس ونشهر بيهم، نتبين. ما ينفعش اللي احنا فيه ده غلط، اللي احنا فيه ده غلط. حرام نشهر بسمعة بنت بالباطل. والراجل ده يعني دخلها يعني والدها، ازاي يقولوا الكلام ده عليها؟ ازاي يقولوا الكلام ده عليه؟ ده راجل كان بيموت في خطيبته، خطيبته كانت بتموت فيه، ولذلك هم كانوا دايما قاعدين هنا وهو عايش عندهم زي ما يكونوا متجوزين بالظبط. وطبعا الطبيب الشرعي اثبت ان هي بنت بنود، يعني لا تعدى عليها ولا عمل فيها حاجه غلط مع انه عايش. واطهر انسانة ممكن نعمل الباقي عادي. حسبي الله. اللي في عينيك ده كله حزن يا محمود على بطة، ده كله حزن. ده جزء، دي حاجة ما تسويش أي حاجة. أنت فاهم؟ أنت بتقول إيه؟ اللي على رقبتك دي بتاعت بطة؟ دي بتاعت بطل ما فرقتوش من ساعة. راحت معاك يا فاطمة والله، سرقت كل حاجة، كل حاجة حلوة ما عدليش، ما عدليش من بعدها أي حاجة. نفسي أشوفها وأخدها في حضني، تعبني فراقها. كل اللي انا عايز اقوله ان انا حق بنتي مش هسيبه وهجيبه بالقانون. وكل واحد شهر ببنتي انا عارفه كويس وعارف ومحتفظ بكل الكلام اللي اتقال، وهجيب حق بنتي بالقانون، بالقانون، لان احنا ما نعرفش الا القانون وعايشين بالقانون ومتربيين على القانون. والحمد لله ربنا اظهر براءة بنتي، وانا مش هسيب حق بنتي عشان اللي انتوا عملتوه في بنتي ده ما يرضيش ربنا وما يرضيش حد، ما يرضيش ربنا وما يرضيش حد. وعايز اقول كلمتين، عايز اقول كلمتين. كل واحدة عندها بنت زي فاطمة تحافظ عليها، لان ابو فاطمة وام فاطمة ما يستاهلوهاش. لا بعد اذنك يا محمود، بعد اذنك لازم يحافظوا على بناتهم. المفروض تاخد بالها منها. ازاي هي كانت فين لما بنتها حصل فيها كده؟ هي كانت فين؟ هي قاعده معاك وماشي، هي مديه الامان برضه عشان هي في بيتها. انا ما قلتش حاجه، يعني هي في بيتها هتخلي بالها من بيتها في بيتها، بس برضه عينيها كانت هي فاطمه. ايوه فاطمه في بيتها، يعني ما ادتش خوان. الخيانه جت من جوه البيت عندكم. معلش ايوه بنت ملاك زي دي انا بقول عليها دي ملاك. فاطمه كل الناس بتشهد باخلاقها انا عشرتها اخلاق، انا عشرتها بالظبط. فهي سايبه، هي امها سايباها في بيتها في مكانها برضه، يعني امان في بيتها كانها في بيتها. وينفع اخوها
يقول على بنت الكلام اللي هو قاله. بص هو اخته يعني اخته ربنا يرحمها، وبرضه مش عايزين ربنا يرحمها ربنا يرحمها ويصبر قلبهم. اللهم وانا امين ما يا رب. يرضانيش اللي حصل لبنتهم، وما يرضانيش لان انا عندي بنت وعندي بنت اصغر منها، وما يرضانيش يحصل فيهم اللي حصل في فاطمه، ما يرضانيش. بس برضه ما ينفعش اخوها يقول الكلام ده على بنت. كان شافوا فين؟ شافوا فين عشان يقولوا؟ انا همشيك يا هدى. حاضر. هو عشان انت يا محمود عايز حاجه اخيره تقولها للناس وتقولها للدنيا كلها، وكلمه اخيره تقولها لكل اللي بيتفرج عليك يا محمود، كل اللي ظلمك وكل اللي قال كلمه وحشه في حقك، تقول له ايه؟ ربنا موجود يا فندم يجيب حق كل مظلوم. انا لو ظالم كان ربنا اكيد ما وقفش جنبنا. قعدت اتعذب 4 ايام، كهربوني وقتلوني وعلقوني. محمود عايز اقول لك اللي على رقبتك ده ايوه ده اثر من سياقها. ده هدوم فاطمه. أيوة. اللي انت لابسها على رقبتك. أيوة. تحبها اكتر من روحي وعمري ما احب حبيبتي باذن الله لحد ما الاقيها باذن الله. ربنا يرحمها وادعي لها يا محمود. بإذن الله. وان شاء الله اللي عملت كده تقول ايه الدعاء مرات اخوك اللي عملت كده تقول لها ايه؟ والله ربنا دواك من نفس الكاس ولو ان الكاس يمر. تهيألي محدش يستحمل وصبرنا يا رب. لكن من ربنا يكون حلم وكابوس حد يصحيني وانا ابوس رجلي. ربنا يصبرك يا محمود. ربنا يصبرك ربنا يصبرك ومش هطول عليك عشان انا عارف. في حياتي ما كنت ادواء غير كل سعادة وانا كان جوالي يا حب. كان كفاية عليها والله. محمود مش طالع علينا خلاص. انا ما عادليش جواز وما عادليش بعدها ما عادليش تاني ان انا اشوف حريق ولا خلاص. هي حرام كده عليا حياته والله. اتدمرت. حياته اتدمرت لان هي كانت روح، كانت عمره وحياته. ربنا يعلم. انا لو كنت قلت كلمه في حق والدتها او انا اللي بقول لك وحشة، اقسم بالله دول أنا اطهر ناس آسف، واشرف بس ناس واطهر ناس. لازم كل واحده وكل اب وام يحافظ عليها. لازم، لان دي امانه ربنا مديها لنا، لازم نحافظ عليها.